صباح الحب والجمال عليكم جميعا. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض غرزة الحشو. طبعا احنا الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض غرزة السلسلة. طيب النهاردة ان شاء الله هنتعلم غرزة الحشو، وانا عملت حوالي 9 غرز سلسلة. تمام. طبعا اي شغل في الكروشيه انا قلت المرة اللي فاتت انه بيبقى بعدد اي قطعة بنشتغلها بيبقى بعدد معين من الغرز. تمام. طب عشان نعمل غرزة الحشو دول كده 9 غرز سلسلة. تمام. هنبتدي لازم علشان نعمل غرزة الحشو لازم ناخد غرزة سلسلة، ودي هتبقى بمثابة الارتفاع للصف بتاع غرزة الحشو. يعني الغرزة اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي رقم 10، احنا دلوقتي عملنا 10 غرز. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر غرزة دي لما نيجي نعمل غرزة الحشو هنتجاوزها تماما. يعني هنعمل ايه؟ هنسيبها وهنبتدي ندخل في الغرزة اللي بعدها. لما هنيجي نعمل غرزة الحشو هنلاقي ان غرزة السلسلة اصلا مكونة عندنا حرف الفي. تمام اهو حرف الفي. هنبتدي نخش من الفراغ ده، هناخد فتلة واحدة. تمام. هنبتدي ناخد لفة من الخيط على الإبرة ونطلع من نفس المكان اللي دخلنا منه، فتكون عندنا هنا لفتين على الإبرة. عشان نعمل أول غرزة حشو معانا هنبتدي نلف لفة تانية على الإبرة ونخرج من اللفتين مع بعض. طبعا احيانا الخيط يعمل معاكي كده زي ما عمل بالظبط. ده معناه ايه؟ معناه ان الخيط فتل منك. تمام. الخيط لما يفتل ما بنكملش الغرزة اصلا، لازم نطلع خالص ونعمل الغرزة من اول وجديد. هنبتدي نلف لفة على الابرة ونطلع بالخيط. تمام. ادي كده اتكون عندنا اول غرزة حشو. نعملها تاني مع بعض. هنبتدي نخش في الفراغ اللي بعده اللي هي الغرزة اللي بعدها. تمام. وهنبتدي نلف لفة على الإبرة ونطلع من نفس المكان اللي دخلنا منه، فتكون عندنا هنا لفتين. عشان نعمل تاني غرزة حشو هنبتدي نلف لفة تانية ونطلع منهم هما الاتنين. كده تكون عندنا غرزتين حشو. هنكمل. طبعا احنا مش هنفوت ولا غرزة سلسلة، في كل غرزة هندخل نعمل غرزة حشو. هنبتدي ندخل كده هنا. تمام. هنلف لفة على الإبرة ونطلع بيها، بقى عندنا لفتين على الإبرة. نبتدي نلف لفة تالتة ونطلع بيهم هما الاتنين. تمام. تاني نبتدي نخش في غرزة السلسلة ونلف لفة على الإبرة ونطلع للخيط، بقى عندنا لفتين. هنبتدي نطلع بيهم هما الاتنين من على الإبرة. تاني هنبتدي ندخل كده بحرف الفي اللي مكوناه عندنا غرزة السلسلة، وهنلف الخيط على الإبرة ونطلع بيه من نفس المكان اللي دخلنا منه. أهم حاجة بقى الخيط يكون قد بعضه كده، يعني ما ينفعش يكون ضيق كده. هنعمل برضو غرزة ضيقة وغرزة واسعة، وفي النهاية الشكل مش هيكون منظم ولا متناسق. تمام. فلازم يكون الاتنين زي بعض كده، ونلف لفة ونطلع بيهم هما الاتنين من على الإبرة. تاني نبتدي نخش كده، نخرج من نفس المكان اللي دخلنا منه، نلف لفة ونطلع بيهم من على الإبرة. كده عملنا كام غرزة؟ نعد مع بعض. ادي كده 1 2 3 4 5 6 غرز. تمام. هنبتدي ندخل نعمل الغرزة السابعة، نلف لفة على الإبرة، نطلع من الفراغ اللي دخلنا منه، نلف لفة تانية ونطلع من اللفتين على بعض، وهكذا لحد ما نخلص الصف. نلف لفة ونطلع من اللفتين على بعض. دي كده اخر غرزة معانا هنعملها. طبعا هيقابلنا هنا عقدة البداية.
عقدة البداية احنا مش هنعمل فيها حاجة طبعا. تمام. طب هنعمل ايه عشان نعمل الصف التاني من غرزة الحشو؟ هنبتدي نلف الخيط على الإبرة ونعمل غرزة سلسلة واحدة بس، وهنلف الشغل كده بالظبط تاني. احنا كده خلصنا الصف، هنفك الغرزة اللي عملناها كده. احنا خلصنا الصف بتاعنا اللي هو مكون من 9 غرز. تمام. هنبتدي نلف الخيط على الإبرة كأننا بنعمل غرزة سلسلة عادية خالص، ونطلع بيها ايه من الفراغ ده ونلف الشغل. لفينا الشغل تمام. هنبتدي هيقابلنا الغرزة اللي احنا عملناها، وهيقابلنا بداية الصف. طبعا احنا هنتجاوز تماما الغرزة اللي احنا عملناها، لان هتبقى بمثابة ارتفاع للعمود التاني بتاع غرزة الحشو زي الغرزة اللي عملناها هنا. تمام. هنبتدي بقى ندخل في اول فراغ يقابلنا اللي هي تعتبر اول غرزة تاني. هنبتدي ندخل في اول فراغ يقابلنا اللي هي تعتبر اول غرزة. فهنبص على الابرة كده هنلاقي متكون عندنا حرف الفي اهو. تمام. هنبتدي نلف الخيط على الابرة ونطلع من نفس المكان اللي دخلنا منه، وهنلف الخيط تاني ونطلع ايه بيه على الابرة. يبقى احنا كده كونا اول غرزة حشو في الصف التاني. هنعملها تاني مع بعض. هنبتدي نخش في الفراغ التاني. تمام. هنلف الخيط على الابرة ونطلع كده، بقى عندنا لفتين على الابرة. نبتدي نلف لفة تالتة ونطلع بيهم هما الاتنين، وهكذا لحد ما نخلص الصف اهو. دي كده تعتبر تالت غرزة معانا. دخلنا كده اهو. تمام. هنلف الخيط على الابرة ونطلع كده، بعد كده هنلف لفة تانية عشان نطلع بالايه اللفتين اللي على الابرة، وهكذا. الموضوع سهل وبسيط جدا. اهم حاجة تتحكمي في الخيط بصباعك ده كده. تمام. وتمسكي الشغل بالصباعين دول وتبقي ماسكه الابره كويس اهو. هتلفي الخيط على الابره وتطلعي من الفراغ اللي انت دخلتي منه، وتاخدي لفه تانية وتطلعي ايه من اللفتين كده. احنا عملنا كام غرزه؟ 1 2 3 4. هنكمل الصف كده. تدخلي كده احنا كده يعتبر في 8 غرزة. تمام. دي كده تاسع واخر غرزة. تمام. يبقى كده احنا عملنا صفين من ايه من غرزة الحشو. عشان نرتفع الصف التالت برضو هناخد غرزة ايه سلسلة كده، ونقلب الشغل برضو زي ما قلبناه الصف اللي فات. تمام. برضو مش هندخل في ايه في غرزة السلسلة دي. هندخل في اول فراغ يقابلنا اللي هو الصف اللي قبليه اللي احنا لسه عاملينه ومخلصينه. نبتدي نلف الخيط ونطلع كده الخيط اللي لفيناه على الابرة، ونلف لفة تانية ونطلع كده. تكون عندنا اول غرزة ايه حشو في الصف التالت، وهكذا. كده عملنا كام غرزة؟ 1 2 3 4. هي دي 5. خمسة 6. هو احيانا الخيط بيعمل كده يا جماعه، مفيهاش مشكله خالص.
نفك الغرزة خالص ونعمله تاني. ادي الغرزة التامنة وادي الغرزة التاسعة. كده احنا خلصنا الايه الصف. كده بقى معانا 3 صفوف من غرزة ايه من غرزة الحشو. يا رب تكونوا استفدتم معايا النهاردة ويكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير، وهنتعلم مع بعض غرزة النص عمود. ما تنسوش يا حلوين طبعا تعملوا اللايك والشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي.